لازم واحد ياخذ حذره من كل شيء. صعدنا فوق بدنا نشوف القرية يا الله. هاي قريبة من عندنا كانت. بسبب من الأسباب ساتين الجسر. مكان المبيت مالتنا اليوم هنا راح يكون شلون المنظر جميل على الجبل، وهناك البحيرة اللي هي نفس البحيرة مال هالشتات. راح نروح نشوف الأجواء هناك. تخيلوا هاي نفس البحيرة مال هالشتات. هالشتات سالسكاما فوق اللي هو أقدم مكان مال ملح خرجوا من عند الملح بالعالم. هذا المكان هذا هالشتات. طبعا الزحمة اللي هسه موجودة هناك ما أريد أسولف لكم. الغلا ازدحام ما تلقى مكان ما أدري شنو. بالعكس جينا هنا بالضبط مقابيله. راح نخلي ستاند اب نطلع بيه زين ونروح هناك على راحتنا ونشوف المنظر والاجواء ونستمتع هناك. يشوفون البحيره هنا فارغه ماكو احد. احلى شيء. ونصيحه لكل واحد يجي يريد يجي على هالشتات ويريد يجي يخيم يظل يومين ثلاثه، افضل شغله تجي تطبق السياره مالتك هنا. هذا مكان مال تخييم. هسه راح اكتب لكم العنوان مالته والموقع بالضبط وين. تجي تروح تخيم والسياره 5 دقائق يذبك بهالشتات. 5 دقائق احسن ما تروح بهوتيل هناك وازدحام ولو تلقى ولو ما تلقى ما ادري شنو. شوفون المنظر هذا الجميل. خبل هسه شويه وراح اروح لا ليش احنا هيك رايحين نسحب فلوس نشوف الاجواء هناك ونرجع لهذا المكان نضبط وضعنا هنا. راح نبات ليلتين وبعدها على البيت. استغرب من هواي عالم يروحون الاماكن سياحيه ازدحام. يعني انت تعرف هاي الاماكن بالصيف خاصه ازدحام كلش. انا احب هاي المنطقه على الشتات، ففكرنا شلون نجي لها واحنا من اهل البلد. خلينا نقول يعني بدنا مسعايش واعرف الطرق واعرف كل الامور هاي. فقلنا افضل شيء ما تروح لنفس المدينه اللي هي ازدحام، تروح منطقه قريبه عليها حتى تكون مسيطر وماخذ راحتك. مثلنا هسه تشوفون الهدوء هنا شيء خيال. لين هالشتات قريبه من عندنا تقريبا بالسياره 5 دقائق، بالباسكل 10 دقائق، بالسكوتر ربع ساعه او 20 دقيقه. فهذا السبب اخذنا القرار ان نطلع بالسكوترات خاصه على هذا الجو الجميل والمنظر الخيالي. نكمل بالسكوتر شوف المنظر كل هذا. لان بالسياره دائما اكو هواي اماكن ما تقدر توقف فيها ومناظر طبيعيه ما تشوفها مثل هذا الجو هسه. لو سياره ما تشوف الا هذا الشيء. شلون جولة مال باسكلات 99% هذولي جايين بباص او منشأة باسكلاتهم وياهم، واكيد كلهم متقاعدين ويفروهم باجمل منطقة تقريبا بالعالم او اجمل المناطق بالعالم اللي هي هالشتات. هناك احنا جايين نخيم. جاي تشوفون المكان هذاك هناك الخيمة مالتنا. وهاي هالشتات رايحين لها هسه. جاي تشوفون هذا المكان. تخيلوا اقدم واكبر مكان يستخرجون من عند الملح بالعالم. اقدم واكبر منطقه اسمها هالشتات بالنمسا. طبعا سويت فيديو على هذا الشيء، تقدرون تشوفون الفيديو موجود بالقناه. فالشيء خيالي صدق من الخيال. قبل 7000 سنه كان اكو عالم عايشه هناك فوق. هذا كله من التاريخ. يعني الفيديو كامل سويته وموجود به كل التفاصيل. هذا الماي كله جاي يجري للبحيره. طبعا البحيره من تجي لها الماي؟ يجي لها من هاي الجبال. بالشتاء كلها ثلج، يموع الثلج ويصير هذا الماي. طبعا بارد البروده بهاي البحيرات وبهاي الانهار. فشي خيالي. جاي يشوفون كميات العالم والسواح اللي يجون هنا. شيء مو طبيعي من كل انحاء العالم. ليش يجون هنا؟ اللي يجون هنا مو بس على مود البحيره والمنظر هنا، يعني شغلتين البحيره والمنظر، زائدا هنا نص الجبل اقدم واكبر منجم مال ملح بالعالم. جاي تشوفون كميه الازدحام اللي قدامكم. هاي جينا له بالشتاء يعني ما كان مستحيل كان اكو شيء ازدحام. قلت لكم الفيديو موجود روحوا شوفوه. طبعا المنظر حلو، مكان كلش حلو، مدينه قديمه، طبيعتها كلش حلوه، البحيره هنا كلش حلوه. ومثل ما ذكرت نصيحه اي واحد يفكر يجي لهاي المدينه لا تجون مباشره هنا. تجون اكو هناك مخيمات. هناك هسه احنا من هناك بايت. اكو هناك مخيمات مكانات من مثل الفنادق، غرف صغيره تقدر تبات بيها ليله او ليلتين. تبات هناك 10 دقائق انت بالسياره او بالباسكل، وبالباسكل 10 دقائق وبالسياره 5 دقائق زين، وانت بنص المدينه. ونصيحه لا تجي بالسياره، سياره ما تلقى مكانات تطبق السياره، يعني جراجات ماكو او باركات ماكو وغاليه همينه. فالافضل تطبقون شويه بعيد مدينه بعد من هالشطط. تجون بالباسكلات، لان باسكلات واحد يقدر وين ما كان يجيب قفل وياه ويطبقن وين ما يريد. يعني ماكو قانون هذا الشيء ممنوع. جاي يشوفون مثل هذا الباسكل. جاي يشوفون الفلوس مال تقريبا 30 دولة 20 دولة. الامارات موجودة، السعودية موجودة، الكويت، عمان.
خلينا نطلع. هسه طبينا نشتري موطة طبيعية او ايس كريم. تخيلوا تشوفونها قد اصبعي تقريبا 5 يورو. 5 يورو ما يعادل تقريبا 7 دولار 6 دولار. تشوفون هذا السبب اقول اللي يجي هنا يحاول قد ما يقدر يطب بسرعة ويطلع بسرعة. طبعا اكيد اذا ما تشتري هواي من هنا همين راح يتأذي اهل المنطقة، بس انا ما احب يعني صراحة اخذ لي فرة هنا واطلع. وساكن مقابل المدينة، مقابلها بالضبط. يعني صراحة اكو هواي بالمنطقة وانا مريت بتجربة همينة ما يحبون السواح. يعني انت عايش على السائح، واني لو من عندهم اكيف انه العالم من كل انحاء العالم تجوك ومن انحاء بلدان العالم يجوك يشوفون المدينة مالتك لين حلوة، المفروض تفرح. بس هنا لا، هنا بالعكس ضايجين وما عاجبهم الوضعيه. لهذا السبب اكره هيك يعني شلون اقول لك، اكره هيك ناس عايشين بهيك اماكن حرامات ما يستاهلون هيك اماكن. المدينه ومنطقه تخبط. شوف هي مدينه حلوه صحيح ومنظر هنا طبيعي حلو، بس صراحه اني رايح لهواي اماكن خاصه بالنمسا تخيلوا احلى من هاي المدينه او احلى من هاي القريه. هي هاي قريه مو مدينه. وبايطاليا هم رايح احلى. يعني شيء دائما الحلاوه بالمدن والمناطق وبالحياه كل شيء ماكو شيء احلى من شيء. دائما كل مدينه كل شغله تكون شيء مختلف فيها. تشوفون شلال ذاك الفوق. حتى اذا تجي بعز الصيف شهر تموز اب ما ادري شنو المناطق السياحيه باوروبا، اهم شغله يكون وياك قمصله، حتى لو مو قمصله تكون يعني يدفيك، المهم قمصله مال مطر، قمصله مطريه. هاي من اهم الامور اللي ممكن لازم تجيبها وياك، مو ممكن لازم تجيبها وياك، لان على اي ساعه تلقاها صارت مطر. كنيسة عالجبل وهاي المقابر هم عالجبل صايرة. صفوا البيوت. تخيلوا هذا البيت بينه وبين المقبرة متر، وهذا البيت بينه وبين المقبرة تقريبا 3 امتار. مقبرة وكنيسة، والمنظر هنا طبعا لا يوصف. يجي لها الاشتات خلي يطب للكنيسة. زين اكو كنيسة فوق، اكو هاي الرسمة جاي تشوفوها للأسف مو واضحة هواي. عمرها تشوفون سووها ب 1450، انباكت ب 1987 ورجعوها ب 2018. طبعا دوروا كل ايطاليا والنمسا كلش قديمة. حياة المغامرة. هذا اللي ممكن يصير بالغابات، واحد من يتمشى او تمطر او تصير عواصف. تشوفون شجره واقعه، اشجار هنا واقعات، لازم واحد ياخذ حذره من كل شيء. شلون مطر يا الهي. هذيك المدينه اللي احنا قاعدين بيها. صعدنا فوق بدنا نشوف القريه. يا الله، هاي قريبه من عندنا كانت. طبعا من يشوفون الضوء واحد يحسب الثواني على اساس يقول لك يعني تحسب 1 2، وكل رقم يعني كل منا مثلا اذا لل5 يعني 5 كيلو بعيد عليكم كان هذا البرقه. شوفون بالضبط هناك. هاي هالاشتات العالم اللي كله تلجأ لها وتروح لها. شوفوها هاي المدينه الصغيره او القريه الصغيره، ما ادري ما مبينه يمكن بسبب المطر والغيوم. المنظر هنا للاسف بسبب المطر والغيم مو هذاك الروعه. تسمعون صوت الشلال او الماي هذا شلون جاي ينزل. شلون شلال حلو. المنظر هنا يقولون خيالي. طبعا هاي المره ويانا اكو هنا عندهم كوخ فوق صار له اكثر من 40 سنه دائما يجون هنا. تشوفون الدرج هم يصعدك فوق. المنظر جميل بس للاسف اليوم مطر قوي كلش قوي المطر. مغامره. هي المغامره شلون تكون. بسبب من الاسباب سادين الجسر، على ما اظن يخافون خاف يصير فيضان قوي او ماي قوي او الجسر مو على هذاك القوه مثل قبل. وما الامطار شلون قوه جاي تنزل من الجبل. بسبب اللي الجسر واحد ما يقدر يطلع بيه. تشوفون هذا الطريق مغامره بحد ذاتها. اسمع قول انا بنت هويا. هذا الماي كله من الامطار ومن ينبوع الثلج، شلال ونهر كله ينزل على البحيره.
اوه في دسكاتشي كروم. جاي شوفون هذا جوزي، هذا ماي نزل من نص يعني من الجبل، زين المطر شوفوا دخل بالنهر وشلون سوى النهر، لونه جوزي على هوائي. شفتوا بالغابة شلون مطر وعشنا اجواء ومغامرة، طبعا كانت حلوة بس على ساعة دقة مطر يعني فشي مخيف. وهاي الاشجار المشكلة بالغابات من يصير مطر خاصة شوي يصير هواء يخوف، لين الرعد من يضرب الاشجار طبعا يفلش الشجرة وممكن توقع عليك، ومن يصير هواء اكو اشجار مو قوية مأكولة من جوا فممكن توقع عليك، يعني اكو هواي خطورة بهالامور هاي. بس انا اقول لكم نوعا ما هي مغامرة حلوة واحد يتونس ويستمتع بيها. بس الحمد لله رحنا سوقنا وكملنا لين راح نبات هنا ليلتين، جبنا غراض وكل الامور، لين احنا هنا المشكله الخيمه من نفتحها بالسياره نقدر نسدها بسرعه بس ما نحب صراحه تفتح وتسد وما اعرف شنو، فالمهم سوقنا مال يومين او مال ليلتين. شلون اجواء حلوه هناك، نجلس هسه شويه وننزل للبحيره، لو نسبح لو بالهذا استنداب الواحد يوقف عليه زين كلش حلو. طبعا نصيحه للي يجي لهالشتات، نصيحة لا تروحون بنص المدينة بهالشتات تطبقون السيارة، لا تروحون هناك تشوفوا لكم فنادق او هوتيلات، نصيحة لا توصلون هناك لين كلش غالي، يعني 3 ساعات قريناء 3 ساعات قريناء 3 ساعات اذا تطبق السيارة هناك 50 يورو ما يعادل 60 دولار، يعني هذا شيء مو طبيعي بنص المدينة. وتكون اكو تقريبا اماكن والله مشي يمكن ربع ساعة 10 دقائق من عندها، لو بعد المدينة زين حسب ما انت منين ما تجي، زين لو مثلا قبل المدينة او بعدها لو رخيص مثلا واكو باركات حتى من ببلاش. فنصيحة اللي يجي هنا شوفوا مناطق دائر مدائر المدينة، اكو باصات يوصل لها، اكو قطارات توصل لها، روحوا هناك طبقوا سياراتكم هناك باتوا هناك. لا تروحون بهالشتات تطبقون سياراتكم، لا تروحون بهالشتات تاخذون هوتيلات، لان الغلا هناك مخيف مو طبيعي لهالدرجة. تخيلوا حتى السوبر ماركتات، انا عايش بالنمسا ونعرف الاسعار هنا، تخيل حتى السوبر ماركتات يعني اكو مثلا شغلات اشتريها ب3 يورو بيوروين تلقى بالسوبر ماركتات هناك سعر 8 يورو، فشي مو طبيعي. فنصيحة اللي يريد يعني هيك امور ليوصل لهالشتات وهناك مثلا يقوم يتسوق وهناك يريد مثلا يطبق السيارة مالته بنص المدينة، نصيحة لا تسووا هذا الشيء، لان دائر مدائر هالشتات اكو هوتيلات اكو فنادق اكو مكانات مال تخييم، اكو حتى غرف صغيرة مثل مال تخييم واحد مال ليلة او ليلتين، يأجروا لكم باسكلات اكو باصات، يعني اكو هواي طرق واحد انه افضل إله من الدخول بهالاشياء. بعد ما غرقنا طبعا تكرمون الحذاء الجواريب، هذا التيشيرت غيرته كان صار كله ماي، زين راح نروح ناخذ لنا دوش شويه نرتاح بيه، يعني بعد هذا المطر المخيف تاخذ دوش واحد شويه يرتاح، تعبانين صراحه، يعني احنا اكو عالم قبل من يروح لهالشتات بس يفتر بالمدينه. فنصيحه اذا تبون تروحون لهالشتات الحقيقيه تشوفوها، صعدوا فوق الجبال راح تشوفون المنظر من فوق شيء خيالي. نصيحة لكم مو بس بالمدينة تفتر، صعد فوق شوية افتروا شوفوا الجبال هناك والأجواء والمناظر الطبيعية الخلابة. وأكيد لازم تروحون بيوم يكون جو حلو مشمس، زين وخذوا حذركم من هذا الشيء، لأن إذا مو جو مشمس إذا مو جو شمس وجو حلو على ساعة يصير ممكن مطر وتغرقون. دائما خلوا وياكم شمسية صغيرة أو خلوا وياكم مثلا هيك بلوز وقمصة مطر ضروري.